السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في أي كلام يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين جميعا، ورمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا، وإن شاء الله ربنا يتقبل منا صالح الأعمال. النهاردة جالي توصيتين فنية جديدة خاصة بمنصة رامبل التابعة لساندر لتداول الأوراق المالية. هو خاصة ببنك جري أجريكول وبنك البركة. البنكين دول التوصية جاية بتاريخ اليوم. أول توصية خاصة ببنك جري أجريكول: حدود الشراء 28 إلى 26، السعر المستهدف 40 جنيه، العائد المستهدف 51 جنيه، وقف الخسائر 24 جنيه ونص، نسبة وقف الخسائر 7%. طبعا نسبة ممتازة بالنسبة للمخاطرة وبالنسبة للعائد. تاني بنك البركة: من 15 ونص إلى 17، السعر المستهدف 22 جنيه، العائد المستهدف 37%، وقف الخسائر 14 جنيه، نسبة وقف الخسائر 12.5%. 12.5% طبعا نسبة كبيرة. يعني أنا شايف إن بنك جري أجريكول هو البنك اللي ممكن يكون بالنسبة للعائد المستهدف أعلى، وأيضا بالنسبة لنسبة وقف الخسائر قريبة ممكن حد يتحملها. بس نصيحة: البنكين دول السيولة فيهم قليلة. يعني ايه السيولة القليلة؟ يعني مثلا انا لو معايا مبلغ كبير وحابب اشتري عدد من الاسهم كبيرة، فللأسف مش هقدر اشتريها كلها بسعر واحد. وحتى لو اشتريتها كلها بسعر واحد، في حالة اعادة البيع هلاقي صعوبة اللي انا ابيعها، لان مفيش مشتري قوي في الاسهم ديت. يعني مفيش مشتري بيشتري بكميات، كلها كميات ضعيفة، وكلها أعداد محدودة من الأسهم اللي الأفراد بيشتروها. طبعا هو المستهدفات دي إن شاء الله هي محققة، لأن التغير في الفايدة اللي البنك المركزي حطها بنسبة 600 نقطة، اللي هي بزيادة 6%. طبعا دي هتخلي كل البنوك هيبقى فيها ارتفاع في الأرباح بتاعتها، وهيبقى معدل دوران رأس المال فيها أسرع، وهيبقى في أرباح بتحققها. فإن شاء الله البنكين دول نسبة تحقيق الأرباح فيهم إن شاء الله بنسبة كبيرة ناجحة. بس برضو زي ما قلنا في الأول، هي نسبة السيولة فيهم قليلة. طبعا هنخش على التوصيات هنا وهنشوف هما باعتين بيقولوا ايه. ادي التوصيات الفنية. ادي اول توصيتين. اول توصية بنك جري اجريكول، تاني توصية بنك البركة. الاتنين مكتوب عليهم شراء. طبعا زي ما احنا شايفين اهو، الاداء من تاريخ التوصية 2.5% او 2.27%. ده بالنسبة لبنك سي جري أجريكول. البنك التاني نفس الكلام اللي احنا قرناه في الأول. الأداء من ساعة تاريخ التوصية 2% زيادة. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.